لازم يعرف هذا الاسم. انا اسالك ليش النبي عندك ما ذكر هذا الاسم؟ نحن لنعرف النبي لازم نشوف عنده هذا الاسم ولا مش نبي. يعني ذكروه كل الانبياء، كل انبياء بني اسرائيل ذكروه ما عدا سفر استار طبعا، لانه استار كان الوضع اللي هي كانت فيه ما بتقدر كانت تقول هذا الاسم. النطق انا ما بنطق بس. هلا عندنا اسامي كثيره نحن يعني لما نكون عم نعني فيها الاسم هذا، مثل خشام، مثل ادوناي، مثل اسامي كثير يعني. اكثر شيء خشام او ادوناي. اذا ما في عندنا اي سبب لحتى نستعمل الاسم. طيب هلا هل في ناس بعد بتعرف هذا الاسم؟ طبعا في ناس بتعرف هذا الاسم. في ناس بس ما بدي اشفوت بديتيلز بهذا الاسم. طيب هلا امتى كان ينذكر هذا الاسم؟ كان بينذكر بيوم واحد بيوم كيبور، بقدس الاقداس بينذكر بس يوم واحد بالسنه بيوم كيبور، يلي بيذكره هو بيكون هناسي. بس هذه كل القصه. اذا طيب ما فيش داعي نعرف هذا الاسم، ما فيش داعي نستعمل هذا الاسم، اذا ما في داعي نلفظه لحتى ما يصير في استعمال خطأ او مش هذا كيف بيقولوا حذر منه الكتاب المقدس. استاذ فيصل فيك تفتح البي ام معي؟ انا الفيسبوك تبعي سكرته لانه بياخذ وقت كثير مني. اذا فيك تفتح البي ام معي نخلص فيه شغله لازم نحكي فيه، احكي انا وياك فيها. اوكي يا استاذ بن تشفين. هلا شو اسمه بالعهد الجديد؟ هو يسوع المسيح. يعني بس تقول يسوع المسيح صار هو الاله الحقيقي. مش الحال يا استاذ بن تشفين؟ هذا كل اللي عندي. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. خليني أبدأ من أول كده. أول أنت ما بدأت المسألة إن أنا لما بقول أنت واخد مني موقف أو أنا واخد منك موقف، الموقف ده بداهة موجود تمام بيني وبينك وبين أي مسيحي وبين أي يهودي وبين أي صهيوني. بالمناسبة في صوت جاي، في صوت يا جماعة. أنا لما بقول لك أنا بذاكر عقيدة من ضمن عقيدتي الولاء والبراء، وبالمناسبة أنا مش زعلان لما تقول لي أنا واخد منك موقف شخصي ولا لا، هو مش شخصي، هو الموقف ديني. انت ما بتحبنيش لديني وانا ما بحبكش لدينك بالمناسبه، لكن المعامله الشخصيه، المعامله لما اقول لك يا دكتور مايكل ولما تقول لي ما اعرفش ايه او تمدحني، بالمناسبه انا مش مستني مدح تمام. الثناء انما نبغاه من الله سبحانه وتعالى فقط. جيد. فمش معنى ان انت واخد موقف، لا، انت واخد موقف من مواقف ناحيه دينك، من مواقفي، نعم من مواقفي ناحيه دينك. جيد. دي نقطه. النقطه الثانيه مسألة عدم إظهار اسم الإله عشان ما يتحلفش بيه غلط. بالمناسبة هو أنتوا ما حلفتوش بالإله غلط كمؤمنين بعهد القديم أو كبني إسرائيل أو الكلام ده. أنتوا عبدتم غير الله ودعوتم إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وكانت تحدث أمام بني إسرائيل المعجزات. فمش ورع يعني عشان بس المسألة دي ما تنطليش على أي حد. يا جماعة احنا ما بنذكرش اسم الإله اللي بنتعبد ليه عشان ما حدش يحلف بيه غلط. يا سلام. زي اللي بيسأل دم الناموسة ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء وهو قاتل شعب بأكمله. هو تخيلوا الموقف ده يا شباب، واحد يقتل شعب بأكمله ومن ورعه وتقواه قوي يروح يقول لك طب دم الناموسة، لو الناموسة جت على ايدي وقتلتها كده الدم بتاعها هي لا؟ يا سلام عليك يا طاهر وانت ايدك غرقانه في. كذلك المسيحيين وكذلك اليهود بالمناسبه. يعني المسيحيين اقل انصافا من الدكتور ميشيل لانه اسرائيلي شويه، لانه اسرائيلي شويه او صهيوني يهودي شويه. خدت بال حضرتك؟ يقول لك احنا ما بننطقش باسم الاله. ليه ما بننطقش باسم الاله؟ لان انتم ما تعرفوهوش بالمناسبه. مين اللي اعترف بكده؟ اب من اباء الكنيسه ان هذا الاسم ضاع نطقا وكتابه، فليس تورعا لكم لا تنطقون هذا الاسم اللي هو يود هاء فاف هاء اللي هو اسمه يهوه. انت بتقول ما اقدرش انطقه، انك ما تعرفش نطقه الصحيح، ما تعرفش نطقه الصحيح، النطق ضاع. فليس ورعا. ليه؟ لان عباده الاوثان كانت في بني اسرائيل يا اخوان
وفيهم الأنبياء. الكفر بالله كان في بني إسرائيل وفيهم الأنبياء. الأنبياء الكذب الذين أنبياء يحلفون باسم الإله، خدت بالك، وهم فيهم الأنبياء. أنبياء يأتيهم الوحي ويضلهم الإله اللي الأستاذ مش قادر ينطق باسمه ويجي يقول لك ورع. يعني حوار، ما أنا مش برد على طرحك، مش ده حوار. الإله اللي قال أنا الرب وليس آخر إله بر ومخلص اسجدوا إلي يا جميع أقاصي الأرض. أنا لو هدخل إلى هذه الديانة، قلت لك اطلع كلمنا عن إلهك شوية. يعني أنا لو هعبده أقول له يمين، أقول له إيه؟ فين الشتيمة؟ فين الشتيمة؟ فين الشتيمة يا دكتور مايكل؟ فين الشتيمة؟ مش كلمة صهيوني مثلا؟ يعني ايه صهيون بالمناسبة؟ انا عايزك تعرف لي المسألة دي. فالعهد القديم ما بيذكرش اسم الإله، لكن العهد الجديد بيقول لك اسمه يسوع، فأول ما يذكر يسوع يبقى هو الإله. طب ينفع نحلف باسم يسوع كذب؟ ولا الأسامي بتتغير؟ ولا المبادئ بتتغير؟ العهد القديم لا نستطيع أن نذكر فيه اسم الإله حتى لا يحلف به باطل. جيد؟ طب العهد الجديد قال لك قل له يسوع، اسم الإله لا يعطيه آخر واسمي لا أعطيه لآخر. جيد؟ إن كان ذلك كذلك، ينفع نحلف باسم يسوع خطأ؟ هل الأنبياء كانوا عارفين إن اسم الإله يسوع؟ سؤال مهم جدا. اسم يسوع كان معروف لدى الأنبياء، كانوا بيتعبدوا به. وهل أسماء الأعلام تترجم؟ اليود هاء ضاف هاء، لما نيجي نترجمها للعهد الجديد تبقى يسوع. دليلك على الكلام ده، دليلك على الكلام ده اسم إلهك ضايع، مش موجود. مش بقى تورعا، يعني ما تنطقوه اللي انتوا ما تعرفوش، ضاع نطقا وكتابة. اللي قال كده الآباء بالمناسبة. اتفضل دكتور مايكل اسمع تعليقك، وقول لي فين الشتيمة بالمناسبة. طيب في صوت، في صوت. يعني هو انت اللي عم تقوله مش اسئله، مش اسئله، يعني عم تقول انه عبدوا الوثن وعبدوا. طيب هي وقائع صارت انه فعلا صار معهم شغلات، عملوا شغلات ما بتنعمل، يعني عملوا شغلات ما بتسوى، ولكن كانوا دايما يرجعوا لل يعني يرجعوا للايمان الحقيقي، يرجعوا لازم يكونوا هن عليه فعلا. فهيدا يعني انت مشكلة بتاخد بس الشغلات اللي مش منيحة. يعني اذا بنفتح التثنية 28، اذا بنفتح التثنية 28 بنلاقي انه عندك اكثر من 93 او 94 لعنة عليهم اذا ما اطاعوا او ما يعني اطاعوا او سمعوا لكلمة الوهيم. مش هيك؟ في يعني في العقاب وفي الشغلات المنيحه. يعني اذا اطاعوا اعطيك سفر التثنيه قد ايه لهم بركات، واذا ما اطاعوا قد ايه في لعنات حتوقع عليهم. فانت ما شايف الا بس الجزء اللي ما بيسوى. هذا طبعا ما بيفيد بحوار من عنه. الاسم ده لا ما دعا يا استاذ ابن تشفين، ما دعا ابدا، بالعكس بالعكس. الاسم ما دعا نهائيا، وبأي وقت رح يكون في هيكل رح يرجع الاسم ينقال. بأي وقت رح يكون في هيكل رح يرجع الاسم ينقال. استعمال هذا الاسم بس بيوم كيبور، ده هو أعظم عيد، هو يوم كيبور بس. بهيدا اليوم بقدس الأقداس هالناس بيقول هذا الاسم بس، ما فيش له استعمال تاني. يعني أنا ما فيني استعمل هذا الاسم، هيدا احتراما لهذا الاسم. عم تفهم يا أستاذ؟ مش ما هي انا تعالوا قولوا لي، اعطوني حاجه وحده لنستعمل هذا الاسم. يعني هل انا اذا قلت لك هلا انا عم بحكيك من المريخ واجيت حلفت بالاسم هذا، حتصدقني؟ لا ما حتصدقني. اذا ما في اي داعي لنستعمله. نقدر نستعمل الوهيم، نقدر نستعمل خشام، ادوناي، الجبار، نقدر نستعمل اسامي كثيره ولا نبعد عن هذا الاسم الحقيقي يلي اظهروه كل انبياء بني اسرائيل.
ومذكور بكل اسفار كل التناخ من التكوين لا سفر ملاخي. وحتى ملاخي باخر آية بيقول اعملوا بتوراة موسى، اقيموا توراة موسى والفرائض، مذكور بكلهم الا بسفر استار. طبعا سفر استار ليش مش مذكور فيها؟ هيدا وضع تاني، لانه كانت استار كانت بالسبي، يعني لهذا السبب ما في له. بكل ارجع للاسفار، ارجع للاسفار يا استاذ ابن تشفين وشوف، ارجع للتناخ وشوف اذا طلع لي باي كتاب مش موجود غير سفر استار طبعا. وارجع راجع هاي المعلومه اللي عم بقول لك اياها، راجعها عند اي حخام وشوفها. ايه موجود، عم بقول لك موجود بكل يعني من التكوين لعند ملاخي موجود. وارجع اقرا مليون مره موجود. يعني ده بدي النطق تبعه بس نشوفه بنقول ادوناي او بنقول هاشام، يعني ما بنلفظها، هاي الكلمه ما بنلفظها. اوكي، النطق تبعه ما مش لنا، لحتى هيدي بس مجرد ما يصير في ابيوز، استعمال خطأ لهذا الاسم، انتهت الاسم. لا مش حروف مختصرة. بعدين مين قال لك هيدا الاسم؟ ما حدا قال، لا المسيحيين قالوا هيك ولا اليهود قالوا هيك، ولا حتى الكاثوليك ما حدا قال هذا الكلام. ما حدا قال انه يسوع او الاربع احرف هاي تعني يسوع، ما حدا قال هذا الشغله، ما حدا قال. لكن بالعهد الجديد اجا قال ونعلم ان ابن الله قد جاء واعطانا بصيرة لنعرف الحق ونحن في الحق في ابن يسوع المسيح، هذا هو الاله الحق والحق. يعني هون اللي عم بيقولوا انه هيدا بس المسيح يجي يقول وحياه يحلف بالمسيح، او لما يستعمل المسيح بيكونوا عم يستعمل اسم، بيكونوا عم يحلف بالله يعني. اوكي، انا سؤالي ليش طالما النبي محمد ليش ما اجى حط هذا الاسم؟ يعني نحن اذا بدنا نرجع للقانون عندنا النبي لازم يعطيك هذا الاسم، وكل الانبياء اعطوه ما عدا استار. هو نفس الاسم اللي احنا عم نحكي عنه، ليه ما اظهروا هذا الاسم؟ الاربع احرف تترجمدوا، ليش ما اظهروا؟ فكر فيها بعدين. طيب ميرسي كثير. مين قدم الكنترول؟ مش عارف مين قدم المايك كنترول. هلا يعني عم تذكروا علي اللي هو ايه، ما قلنا لكم ما في داعي نذكر الاسم، ما فيش اي حاجه لنا لنذكر هيدا الاسم يا استاذ حمزه. شو الداعي لحتى اذكر هذا؟ اعطوني حجه وحده انه تدعيني لاستعمل هذا الاسم. ما في اي داعي. طالما ما في اي داعي، اذا هذا الاسم بيبقى سيكرت، ما حدا بيقدر يستعمله الا هناسي بيوم كيبور بس. اوكي، وهلا اليوم ما في هيكل، فما في استعمال له نهائيا. بس يرجع الهيكل قريبا بيرجع بيمشي الحال. مايك لكم. طيب السلام عليكم ورحمة الله. تلك امانيكم، دي اماني ان الهيكل يرجع وبتاع الكلام ده. انسى يا دكتور مايكل، انسى. بالمناسبة انا سألتك سؤال، ارجع لك المايك بسرعة تجاوب عليه. طيب تمام، الله يحييك يا عم دكتور. جيد، ما نحلفش بالاسم اللي ما يتسماش او اللي ما يتنطقش في العهد الجديد حتى لا يستخدم خطأ. عايز تتعرف على الله، اتعرف عليه من خلال يسوع، ولما تقول تحلف باسم يسوع يبقى انت حلفت باسم الاله. جيد، لو حلفنا باسم يسوع كذب، ايه الفرق بينه وبين ذلك الاسم اللي انت مش عايز تظهره حتى لا يحلف به الكذب؟ اتفضل معاك المايك. هل الاسم ده هو الاسم ده؟ هل الاسم ده هو دل على الذات الاله المعبود ولا لا يدل على ذات الاله المعبود؟ لا يدل على ذات الاله المعبود. ثم المسيح جاي بيقول لك انا اظهرت اسمك للعلن. ما الاسم الذي اظهره يسوع للعلن؟ اتفضل معاك المايك يا دكتور مايكل. طيب اذا بدنا نقول نعتبر انه هيدي امنيه، طبعا هي امنيه ونحن بنصلي لهيدا الشيء، وحتى يعني حتى المسيحيين
موجودة حتى بأعمال الرسل 15. ما هيك أعمال الرسل في حدا منزل آيات بالروم هون؟ في حدا منزل آيات؟ إذا أعمال الرسل 15 الآيات من 15 ل 18 في حدا منزلها؟ ما بدنا نرد على نقطة نقطة يا بليز. أستاذ فيصل، أعمال الرسل 15 الآيات من 15 ل 18. 15 ل 18 بليز. بعدين انا يعني اذا متضايق لما عم باخذ مايك فما في داعي اخذ المايك، لان انا عم باخذ مايك لجاوبك. ما في داعي اذا عم تقول لي يعني بتخلص وبتعطيني، ما عم بعطيك لمين، عم بعطيه للجيران انا. فيك تنزلوني يا استاذ فيصل ولا بفتح اياهم بالعربي؟ اوكي ميرسي. اوكي بس خليني اقري له هن للاستاذ بركي شوف الامنيه هي. وهذا يوافقه أقوال الأنبياء كما هو مكتوب: سأرجع بعد هذا بالعهد الجديد مش بالعهد القديم، وأبني أيضا خيمة داوود الساقطة، وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية. بناء هذا هون عم بيحكي عن الهيكل، هون عم بيحكي عن الهيكل. طيب بأشعياء 52 اسمع شو بيقول. 52:5. اسمع بليز، كل مسلم يسمع هذا الكلام. فالآن ماذا لي هنا يقول الرب، حتى أخذ شعبي مجانا، المتسلطون عليه يصيحون، يقول الرب، ودائما كل يوم اسمي يهان. وين يهان؟ هون عم بيحكي عن أورشليم، عم بيحكي عن الجبل الهيكل، وانتوا بتعرفوا مين قاصد. المتسلطون عليه يصيحون، يقول الرب، ودائما كل يوم اسمي يهان. شوفوا الآية اللي بعدها: لذلك يعرف شعبي اسمي، لذلك في ذلك اليوم يعرفون اني انا هو المتكلم ها انا. في ذلك اليوم يعني اللي هو الريدمشن ده، اللي هو اليوم اللي راح ما عاد في يلي هو موجود حاليا يرجع يصير في بيت مقداش. اذا هيدا ما هو مجرد امني، لا هيدا حقيقه بدها تصير. يمكن ما تصير على ايامنا، ولكن هي اكيد راح تصير. اوكي، هي اكيد. انت اعتبر اماني، انا عندي يحوى بكتابي عم بيقول كل يوم اسم الوهيم يهان بهيدا المطرح، واللي انت بتعرف شو هو المطرح، وكل واحد منا بيعرف. لكن حيجي يوم وحيرجع الشعب يلي عم بيسمع هوني حيرجع يفهم اسم الوهيم ويسمعك اسم الوهيم. هيدا حيرجع يكون فيه هيكل. نسيت السؤال الثاني، سوري. مايكل، ما هي دي تلك اماني، فهمني ازاي؟ انا مش مختلف معاك فيها. احلم وقول اللي انت عايزه. احنا في اسم الاله اللي مش عارفينه. قلت لي اسم الاله في العهد القديم غير معروف عشان الناس بتحلف بيه باطل. جيد، ممكن نحلف احنا في العهد الجديد بيسوع. هكذا انت قلت. هل يسوع هو اسم الاله في العهد القديم او لا؟ اتفضل معاك المايك. وقلت لك يسوع قال انا اظهرت اسمك للعلن. ما الاسم الذي اظهره يسوع للعلن؟ اسمك للعلن. ايش هو اسمه؟ اتفضل. لا، اللي عم بيخلف باسم يسوع ما بيكون عم بيخلف بالاسم الحقيقي للإله. لا، اسم يسوع موجود بكل يعني بعد لهلا في ناس بتسمي يسوع، ما في اي مشكله. يعني بالتسميه لا، ما في اي مشكله. اللي عم بيسمي، اللي عم بيلفظ يسوع ما عم بيكون عم بيلفظ التتراجمته. اوكي يا استاذ ابن تشفين؟ لا، مش حلفان باطل، مش حلفان اللي عم بيقول يسوع. لا بتفضل، يعني لما بياخد المايك 3 ثواني بتكتب لي 20 مايك. تفضل. لا، ده انا واخد المايك، ده انا هديك المايك تاني معلش. قلت اللي يحلف باسم الاله، عايز تحلف احلف باسم يسوع لانه بيمثل الاله في العهد الجديد.
جيد. قلت لك هل اسم يسوع اهو تاني اسم الاله؟ قلت لي لا. هل هذا حلفان باطل ولا هذا تجديف على اسم الاله؟ لا تحلف باسم الهك باطلا، ما تحلفش باسم الهك باطلا، وما تحلفش الا باسم الاله. خدت بال حضرتك؟ هل هذا تجديف على اسم الله ولا لا؟ اتفضل معاك المايك. منين جبت اخر هدول اخر ثلاثه اللي قلتهم هلا؟ منين جبتهم؟ لا تحلف الا باسم الاله ولا تحلف منين جايبهم هدول؟ فيك تعطيني مراجع له ولا بس مجرد كلام؟ تفضل المايك، اعطيني الايات اللي بتقولهم، تفضل. طيب لا تحلف باسم الهك باطلا، يسوع مش هو الاله، كيف بتحلف بيه؟ لا تحلف باسم الهك باطلا. سيرش يا شباب، اعملوا سيرش. لا تحلف باسم الهك باطلا، من جدف على اسم الاله يقتل. ده تجديف. لما احلف بيه باطل، لما يسوع مش هو اسم الاله كيف احلف بيه؟ هل هذا من الباطل ام هذا من الحق؟ في صوت يا شباب؟ في صوت؟ استووا. لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. يسوع ربك، يسوع هو اسم إلهك، قلت لي لا. يبقى ازاي؟ يسوع مش هو الإله هكذا أنت قلت. هل هذا تجديف؟ هل هذا حلفان؟ هل هذا حلفان باطل يستحق عليه القتل ولا ايه الموضوع؟ هذا استفساري. اتفضل معاك المايك، بص قدامك ايه. لا لا مش قدامي، اللي عم بتقوله انت اللي قلته انت بالاول مش هو نفسه اللي نزل على التاكس. شو هيدا اللي وصل؟ دقيقة بس لسكر عم تسمعني؟ في صوت عندك؟ يلي قلته انت لا تحلف الا باسم الاله باطلا، وين منجي؟ هي ما شفتهاش انا على التكست. لا انت قلت مش هيدا اللي قلته. يا ما بعرف اذا انا او سمعت غلط او انت مش منتبه على كلامك. حتى اذا بدك راجع التسجيل، المداخله اللي قبل هي اخر وحده، مش هذا اللي قلته. عشو اكتب لي بليز اكتب لي بليز سؤالك. لا ممكن انا سمعت غلط. ما شو السؤال بقى؟ يعني اللي حلف باسم يسوع، عم بقول لك يلي حلف باسم يسوع مش معناتها حلف باسم التتراجمة. مش الحال؟ هيدا اللي عندي، لانه هيدا الاسم مش هو التتراجمة. لا ما مش هو اسمه، لا، ولكن هو الاله المتجسد، ولكن الاسم مش هو اسم التتراجمة اللي هن الاربع احرف. اوكي؟ بيحلف باسم، بيحلف بيسوع، بيحلف بالله، ولكن طبعا هذا الحلفان بده يكون عن حقيقي، مش حلف كذب، مش عن كذب يعني او عن باطل. هو اسم الوهيم واسم الاب. طيب تفضل مايكل. ما ألوهيم دي معروفة. ألوهيم لا تعني الإله المعبود. ألوهيم تطلق على أي حد، إله بحق أو إله باطل. يهوه مش ألوهيم، هو مش ألوهيم، صح؟ يبقى أنت المفروض تصلح كلامك، تصلح نطقك. يسوع قال أنا أظهرت العالم اسمك، للعالم اسمك، أنتم أخفيتموه، أنتم أخفيتموه. هل أنتم تتبعون يسوع ولا لا تتبعون يسوع؟ اتفضل معاك المايك. طبعا طبعا يا استاذ والتشفين، طبعا عم بيسمعني هو. يعني اسئله ما شايف فيها انا بسيطه ايه طبعا. شو مشكلتك بهيدي القصه؟ شو المشكله فيها؟ اصلا هو ما في يقدر يحلف على اسم يسوع.
هو بيحلف بيسوع او بيحلف، وطبعا الحلفان يعني هيدي اصلا بيقول لك الكتاب المقدس يعني وانت حطيت الايه اصلا مش ضروري الانسان يحلف، وهي شغله ما منيحه، ولكن هي صايره عادي عند الانسان. بس لهون في عندك اذا بدك هل التحذير، وهل صار في استحاله للانسان يجي يستعمل الاسم هذا اللي هو هول الاربع احرف، يستعملهم بطريقه ابيوز. فهمت علي؟ نسوه للعالم، شالوها من اليوم. بتشوف واحد عم بيسب بالله وعم بيحلف بالله بنفس الوقت، وتشوف واحد تاني عم بيسب المسيح وعم بيحلف بالمسيح بنفس الوقت. بس مستحيل تجي وتلاقي واحد عم يستعمل الاسم هيدا، لأنه هو أعلى من كل الأسامي، أعلى من كل شيء. هيدي أهميته، هيدي الأهمية، الطريقة اللي تعاملوا فيها اليهود مع هذا الاسم. بينقال مرة واحدة بالسنة بيوم كيبور، لما بيكون في هيكل بالقدس الأقداس بينقال. وصلنا هلا أكثر من 2000 سنة ما في هيكل. ما الاسم الذي قلت لك شو هو الاسم؟ قلت لك شو هو نفسه الاسم هذا يلي أظهره. المايك لك، تفضل. أستاذ مش عارفه. هل أنتم تتبعون يسوع؟ قال لي أنا بنتبع يسوع. طب يسوع قال أنا أظهرته، واجبك إن أنت تظهره، ما تقدرش تظهره. طب يسوع أو أنتم أخفيتموه، هل أنتم أخوف على اسم الإله من يسوع؟ هل أنتم أخوف على اسم الإله من الأنبياء؟ الأنبياء لما كانوا بيأتوا بهذا الاسم أمام بني إسرائيل ويدعونهم للسجود ويدعونهم للعبادة لهذا الاسم العظيم الرهيب المخوف، أو المرهب المخوف، مش فاكر مرهب ولا رهيب، مش فاكر النص بيقول إيه. العظيم، بلاش الرهيب أو المرهب، العظيم المخوف. كان بيقول له مش هقول لكم عليه عشان ما تحلفوش باسمه باطل. طب ما قال لهمش. يعني أنا يعني أرجع لكلامي تاني، لا تدعون الفضيلة، قد عبدتم الوثن والشجر وقتلتم الأنبياء وحلفتم باسم الله باطلا وكذبا. يعني ما تتورعوش تقولش إن إحنا ما بنذكروش عشان ما يتحلفش بيه باطل. أنا مش مخالفك، أنا مش مخالفك في المسألة. عشان ما يتحلفش بيه باطل تعرف جرم من يحلف به باطل. طب وإن عرفته وحلف يبقى خلاص، إيه الإشكال؟ ما الناس عارفة إن الله سبحانه هو الخالق، ويجي يقول لك إيه؟ يشتم ربنا زي ما أنت بتقول، أو يقتل الأنبياء، وزي بني إسرائيل ما كانوا عاملين، قتلوا الأنبياء في الهيكل وفي المجمع. خدت بالك؟ فدي مش فضيلة. فمختصر القول اسم إلهك ضاع، أنت مش عارفين. ما هو بالظبط كده. فالمسيحيين يا عمنا أبو عماد يعبدون إلها مش عارفين اسمه إيه. لا اليهود عارفين ولا النصارى عارفين. النصارى دول كده بيتبعوهم وخلاص، ماشيين وراهم وخلاص، مش عارفين. طيب هذا الإله الغير معلوم نسبت إليه صفات عايز أناقش فيها الدكتور مايكل. هل الإله يستريح ويتنفس يا دكتور مايكل؟ اتفضل معاك المايك. دكتور مايكل صوت؟ في صوت يا شباب؟ هديك المايك. بالمناسبة هم يدعون الفضيلة، احنا مش عايزين نذكر اسم الإله عشان ما تحلفش بباطل. طب شوفوا الإله ده بقى كيف هم يعظمونه. سؤال: هل يستريح إلهك ويتعب ويتنفس؟ معاك. ما كانوا في شيء انفجار عنده. عم تسمعني ولا عم تسمعني؟ منيح، صار لك شيء؟ سمعت شيء؟ طيب اوكي. ما هو المشكلة انت اللي عم تجرب تظهر وهلا للناس وعم انه ضاع. لا هو ما ضاع يا استاذ، ما ضاع. في ناس بعدها بتعرفه ولكن ما بيظهروه، بس افهموا، ما بيلفظوه. لحتى برجع بقول لك لما يصير في استعمال غلط لهذا. مش ضروري حلفان، مش ضروري حلفان. يعني واحد بصير عم يخبر نكت ايام، بصير يعني بتصير كلمة الله مع الامراض بصير يستعملها الانسان بطريقة غريبة. يعني عم تفهم علي؟
لو في حاجة لاستعماله كان له قيمة سؤالك. لو في حاجة لاستعمال هالاسم كان واحد بيقول عم نستغني عنه بألفاظ تانية. ما في. والعبادة بتستغني عنها بتقول ملك الملوك أدوني هادونيم أرباب ملك أملاخيم. أسامي كثيرة وكل أسامي بتدل على إلهيم. استعمل إلهيم. عم تفهمني؟ فما فيش أي داعي لاستعمال الاسم هذا وانتهى. مش معناتها ضاع. في نظر في يعني ناس في كثير مفسرين مسيحيين بيجي يقول لك ضاع. لا، ما هو بالواقع ما ضاع، بس هو في نسبة قليلة من اليهود بعضهم بيعرفوا الاسم ولكن ما بيظهروه نهائيا. لما بنوصل على من أفيه بنقول أدوناي أو بنقول خشام أو بنقول صفات ما عنا مع الناس. ما فيش صفات مش موجودة. هلا لما بيقول لك استراحة هيدا أسلوب اللي بيسموه الأنثروبومورفيزم. الأنثروبوس هو أنثروبوس يعني هو شخص. فهيدا بشخصوا لك أي يمكن أمراض بتشخص حيوان، أمراض بتشخص فهيدا أسلوب كتابي بس صفات مش موجودة. ما في عندك صفات. لما هم بيجربوا يكتبوا بهالطريقة هيدي تشخيص يعني لا أكثر ولا أقل. فأنا لحد هلا برجع بقول لك إنه أعطيني سبب داعي واحد لحتى نذكر هذا الاسم. ما في أي داعي، ما في أي موتيف عنا لنعرف هذا الاسم. طيب مين قال لك الأنبياء كانوا يستعملوا الاسم هذا بطريقة غلط؟ مين اللي قال لك هذا الكلام؟ لا، ما كانوا يظهروه بهالطريقة اللي انت شايفها. النبي بده يكون عنده، بده يعترف فيه من السنهدرين ليكون في نبي. من وقت ما عادش في سنهدرين ما عادش في انبياء. صح يا استاذ من تشفين ولا مش صح؟ بعل شمتوف هذا بالقرن ال19. بعل شمتوف اذا اللي بيقعد يقرا بعل شمتوف هي من بولونيا تعال اقرا له بتلاقي انا ما بلاقي. اذا بدي اجي اشوف الانبياء ما بقدر اعطي واحد اعلى من بعل شمتوف. يعني تخيل بعل شمتوف عم بيقول لك شغلات شيء غريب. تعال اقرا له ما حدا قال عنه نبي. الموقف اليهودي منه ما فيش موقف رسمي ولكن كله بيقولوا هذا اعلى من النبي. هو اللي اسس الحريديك. ما حدا اجى قال عنه. ما فيش موقف رسمي بيقول لك هذا نبي. وهذا كان يعرف اسم الاله. لازم طالما ما فيش داعي، ما في اي موتيف لنعرف نلفظ هذا الاسم. اذا خلص ما فيش داعي لا نستعمل. هذه كل القصه. اليوم شوف اللي عم بيصير بالدي ان مايكل. طيب السلام عليكم ورحمة الله. كلمة ما فيش صفات دي، الرحمة دي ايه؟ العظمة دي ايه؟ العلو دي ايه؟ مش انتوا بتسموها ايه؟ بتسموها ايه؟ احنا بنسميها صفات. اوكي؟ واي حد يقدر يقول عليها صفات حتى المسيحيين. بالمناسبة الأستاذ الآن بيقول كلمتين، بيأيدني في كلمتين مش عارف ربنا سبحانه وتعالى أنطقه بهما. إن المسيحيين بيقولوا أن الاسم ضاع. مين اللي بيقول؟ المسيحيين. في صوت يا شباب؟ المسيحيين بيقولوا أن الاسم الله يعزك يا دكتور وليد، أن الاسم ضاع. أنا بقول بقول المسيحيين. جيد. اليهود مش كلهم بيعرفوا الاسم، يخفى عليهم الاسم، يعني ضايع بالنسبة لهم. هذا الذي أنطقه الله عز وجل به للأستاذ الدكتور ميشيل. جيد. ايه فايدة الاسم؟ الأستاذ ملوش أي فايدة خالص. طيب لو هو ملوش فايدة لماذا أتى الأنبياء؟ هو ملوش فايدة. لحظة طب يا جماعة لحظة.
لحظة يا دكتور مايكل، لحظة. اخونا ابن تشفين. طيب حاضر حاضر يا دكتور مايكل. يرجع ابن تشفين بس بيفتح الباب اعتقد يعني. ثواني يا دكتور مايكل بعد اذنك، ثواني. لا حول ولا قوة الا بالله. المغرب بيت. اخونا ابن تشفين رجعت. طيب المايك معاك، كمل كلامك اتفضل. طيب معلش بس في مشكلة عندي كده، أنا هحلها وباجي. تمام، بس أنا كنت في صوت. الله المستعان. بس كنت بقول الاسم ضاع، الدكتور ميشيل قال هذا الكلام، المسيحيين بيقولوا كده، يعني أنا ما كذبتش. حاضر، هديك لو ملوش لازمة لماذا أظهره الأنبياء؟ لماذا قال يسوع أنا أظهرت اسمك للعالم؟ أنا أظهرت اسمك للعالم. لماذا هناك يعني تحذير إن أنت تحلف باسم الإله كذب؟ تحلف باسم الإله كذب، يعني يجوز إن أنت تحلف بيه مش كذب. تمام. العبادة تقول يا ملك الملوك، طب ما هو اللي بيعبد الشيطان بيقولوا عليه ملك الملوك. تمام. والشيطان في الكتاب المقدس لقب بإله هذا الظهر. اتفضل يا دكتور مايكل اتفضل. خد ابن تشفين لحظات بس يعلق الدكتور وبعد كده تنصرف ان شاء الله. اتفضل يا دكتور مايكل، المايك معاك. اوكي. في صوت؟ في صوت؟ طيب، هو في المسيح بيقول هيدا الشيء انه ضاع، بس الواقع المسيحيين اصلا ما بيعرفوا. اوكي، المسيحيين ما بيعرفوا، هن بدهم ياخذوه من عند اليهود. يعني اللي انا عم بقوله عند اليهود ما ضاع، عند اليهود في نسبة صغيرة بتعرفه، ولكن طبعا ما بيقدروا يظهروه. لا مش يبقى ضاع لما هن بيعرفوه ولكن ما بيظهروه، معناتها موجود، ولكن في وقت له ليرجع ليعود استعماله. هلا ما في داعي، ما في، نفسهم طويل الجماعة، يعني هلا ما فيش داعي، ما في اي داعي. الانبياء هيدا اجباري يظهروا، النبي اجباري يظهروا والا ما بيكون نبي. ما هو بده يجيبه من حدا، هيدا النبي منين بده يجيبه؟ من الوهيم. الواحد الخخمة هيدي اللي بدها تعطيه، هيدي الشخينة يلي موجودة فيه اللي بدها تقول له هيدا الاسم، والا ما راح يكون نبي. إنسان على انبياء العهد القديم كلهم ذكروه، اذا ما استثنينا يعني استار. وطبعا ما عم بحكي عن ايوب، يعني ما تيجي تقول لي ايوب ما قالوا او لا، ما هيدا ما قلنا عليه فيه، هذا كتوفيه. بس على الانبياء يعني 12 نبي، 12 نبي الصغار والاربع انبياء الكبار، حزقيال يرميا اشعيا وشو اسمه الرابع، موسى، والاربعه قايلينه، وال12 الصغار قايلينه. اذا بدنا ناخذ دانيال، طبعا مش نبي دانيال لانه ما اعطى نبوءات، فما في. الباقي هدول كلهم اظهروا لهذا الاسم. فاذا طالما هو موجود عند فئه صغيره، اذا ما ضاع ولا رح يضيع، ورح يجي اكيد انبياء بعد رح يرجعوا يظهروا بعد ظهور مجمع سنهدرين الجديد. اذا رايي اللي عم بتقولوا عن المسيحيين طبعا هن قايلين هيدا، وحتى اليهود عملوا كونفنسيون، اتفاقيه مع روما بسنه 2007 او 2008 مش متذكر. كان الباب بنوا يعني اللي قبل هيدا، عملوا اتفاقيه معه لحتى الاناجيل ما يعود يستعملوا فيها اللفظه هيدي، يستعملوا شيء قريب لها، جيهوفا، يافي، يعني انه يبعدوا قد ما فيهم عن الراسين تبع هاي الكلمه. هيدي اتفاقيه صارت مع روما، وفيك اذا بدك نعطيك التاريخ تبعها بالضبط، بجيب لك اياها من السايت كمان، ما في مشكله، بدي تعمل اطلع. اوكي، اذا ادعاءك انه ضاع لا مش مزبوط، بعده موجود بعالمنا، ولكن فئه قليله هي اللي بتستعمله او هي اللي بتعرفه، وما بيظهروا للعالم لحتى ما يصير فيه استعمال خطا. بس هيدي كل القضيه، هيدي كل القضيه استاذ المدرس.
وبرجع بقول لك بعد لحد هلا انت ما ذكرت موتيف واحد، داعي واحد يخلي الانسان يستعمل هذا الاسم. ما في اي داعي. بدك تتعبد فيك وصلت لهيدي بدك تقول الشمع، وصلت لهيدا شمع اسرائيل ادوناي، وهي مكتوبه 4 احرف، وشمع إسرائيل أدوناي إلهيك، وأحفت أدوناي إلهيك كمان هون مكتوبة، وأحفت أدوناي إلهيك بكل نفسك بكل مودك بكل لبك، مكتوبة هون كلها عم نشيل عم نحط أدوناي. ما في داعي لاستعمالها. وهيدي الشيء معمول 4 مرات بالنهار، ما فيش داعي لاستعمالها. طيب ميرسي كتير. شوف شغلك معلش أنا بنترك بنكمل غير مرة. ميرسي كتير يا أدمن مايكل. طيب شكرا لك يا دكتور مايكل. فعلا مفيش داعي. الانبياء هو خرج ليه؟ خرج ليه؟ احنا كنا لسه بنتكلم في استراحة الاله. خرج ليه؟ ده انا كنت جايب له نص حلو. ليه خرج؟ فعلا مفيش داعي. خدتوا بالكم المسيحيين بيقولوا ضاع، ومش كل اليهود عارفينه. مين اللي عارفينه؟ الحاخامات فقط. سر يا جماعة، سر. والله مش عارف اسم الاله. قول يا ملك الملوك. طب ما الشيطان اللي بيقول الشيطان بيقول عليه ملك الملوك. اسم الذات بتاعته ايه؟ ما اسمه مش معروف. المسيح اعلن اسمه اللي اعلن اسمه ايه؟ مش معروف. خدتوا بالكم؟ النبي مجبر. خدتوا بالكم؟ بيقول النبي مجبر، اجبار على النبي انه يقول اسم الاله. تمام؟ لكن الحاخام مش مجبر. طب النبي ليه يقول اسمه؟ ليدل الناس عليه فيعبدوه، ليدل الناس عليه فيحلفوا به. لكن هو مش مجبر. كنت هكلمه في النص اللي بيقول فيخول اليوم فيخول أوليويم بيوم هشمعي ملختو أشير عيسى فيشبط بيوم هشمعي. كنت هكلمه في النص ده. خدت بالك؟ ده ايه دكتور مايكل. ايوه انا عارف ان هو كلمه. انا سالته استراحه الاله، انا ما بيستريحش فين ده. انا كنت هكلمه فيه اهو. هو صهيوني على فكره يا جماعه، اسرائيلي صهيوني. في طائفه من اليهود امنت بصلب المسيح، وليهم معبد في اسرائيل. هو منهم بالمناسبه. يعني شوف بقى، يعني انا كنت هكلمه في ايه. ايوه عارفه، انا عارفه كويس جدا، انا عارفه كويس جدا. مش فاكر اسم الطائفه ايه. يعني شوفوا ادعاء الورع. انا مش هحلف باسم الاله، لكن لما يجي لكم نبي من انبياء الله تكذبوه. تخيلوا يا جماعه، لما يجي لكم نبي من عند الله تكذبوه، لما يجي لكم نبي من عند الله تقتلوه، لما يدعوكم للتوحيد تقتلوه، وبعدين تعملوا ايه؟ تعبدوا اوثان انتوا عملوها بايديكم. شفتوا التعظيم؟ يعني دي كده. زي انا رحت قلت له ازاي؟ قلت له يعني ده ورع زائف، زي اللي بيقتل واحد ويجي يسال الشيخ لو جه على ايدي دم بتاع بعوضه ايه الحكم؟ ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ انتم قتلتم الانبياء يا اسرائيل، يا اسرائيل يا قاتله الانبياء وراجمه المرسلين. تمام؟ عبدتم غير الله سبحانه وتعالى، عبدتم البعل، حدتم عن الشريعه، لعنكم الله في الكتاب المقدس. يقول لا اصل انا يعني انا بتحسس ان حد يحلف باسم الاله باطل. دكتور ميشيل كويس ان انت رجعت. دكتور ميشيل كنت بقول لاخواني المسلمين الجماعه اليهود دول صعبين قوي، صعبين قوي. يدعون الفضيله ثم بعد ذلك ينقضونها. كيف يدعون الفضيله ثم بعد ذلك ينقضونها؟ يدعون الفضيله طيب اسمعني بس، اسمعني. كنت بقول الجماعه اليهود يدعون الفضيله، او الجماعه المتاثرين بالحاخامات اليهود. تمام؟ طب خلينا نكمل كلام. متاثرين بالحاخامات اليهود فضيله. بتدعوا الفضيله في ايه؟ عشان ما نحلفش باسم الاله باطل نخفيه. فضيله يعني الطهاره والسمو والعلو في الاخلاق والعباده كده، يعني اسم جامع لكل ما هو محبوب في الانسان. تمام؟ اسم فيه رفعه كده. جاي؟ فتدعون ذلك. تدعونه ازاي؟
احنا يا جماعه عشان ما نحلفش باسم الاله، الحاخامات بس هي اللي تعرفه وباقي الشعب ما يعرفوش. طب باقي الشعب ما يعرفوش ليه؟ باقي الشعب ما يعرفوش ليه؟ لانهم من الممكن ان يستخدموه خطا يحلفوا بخطا. طيب انتوا صفاتكم ايه؟ انتم لعنتم من الشريعه. تخيل الحاخامات واحبار سوء اللي كانوا في السنهدرين وغيره، خدت بالك؟ لعنوا، وبني اسرائيل كلهم اتلعنوا لانهم فعلوا فوق ذلك. يعني مش حلفوا باسم الرب باطل، ده عبدوا الاوثان، عبدوا الاوثان وسجدوا للبعل، خدت بالك؟ وقتلوا الانبياء. والمسيح جاي بيوبخكم، بيقول لكم يا اورشليم يا اورشليم يا قاتله الانبياء وراجمه المرسلين. فانتم مش عيب عليكم ان انتم تدعوا عدم النطق بالاسم حتى لا يحلف به باطل، وانتم قتلتم النبي اللي جاي من عند الاسم الحق. تخيلوا يا جماعه، قتلتم النبي اللي جاي من عند اسم الله الحق. فلينا حق كمسلمين نقول ضاع. ثم تستكملون دعوى الفضيله ودعوى الحفاظ على الله سبحانه وتعالى، وقد وصفتموه بأقل الأوصاف، مش هقول أحط، بأقل الأوصاف التي لو وصف بها بني آدم لاحمر أنفه. الإله عندك اللي ما بتحلفش بيه، ما أنا هأديله دليله. يعني هو النص بليس تكلم بدليل. النص اللي بيقول يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين، ده مش دليل؟ تنكر ان هم سجدوا للاوثان، تنكر ان في انبياء صنعوا الاوثان، تنكر قصه بلعام بن بعوراء الذي كان يعرف معرفه العلي، يرى رؤيا القدير، يسمع اقوال الله، وعبد غير الله. هارون الذي نسبتم له عباده العجل. يعني انا بتكلم كلاما انت المفروض تكون عارفه، المفروض تكون عارفه، تمام؟ مش كل شيء بقى تقول هات الدليل، انا بتكلم بمعنى النص. جيد. لما اقول لحضرتك بلعام بن بعوراء الذي يعرف معرفة العلي، الذي يسمع أقوال الله، ده مش عندك؟ بلعام ما كانش يهودي، يعرف معرفة العلي، يرى أقوال الله، دليلك إنه ما كانش يهودي بالمناسبة، تمام؟ أنت بقى بتدعي الفضيلة إن أنتم خافين اسم الإله، ضيعتم اسم الإله اللي جه يسوع وأظهره، تمام؟ اللي جه يسوع وأظهره، ثم نسبتم له هذه الصفات، فاستراح الرب في اليوم السابع. طيب أنا لما أقول على الإله إنه استراح، ده مش تجديف؟ ده مش باطل ألصق بالإله؟ ولا إيه أخباره يا دكتور مشيد؟ تحب تاخد المايك؟ تحب تاخد المايك؟ دكتور ميشيل عشان الصلاة بس، تمام؟ دكتور ميشيل هقول لكم هيعمل ايه الآن. هيطلع يقول لك بلعام بن بعور ما هوش يهودي، ويترك كل الذي قلته ويمسك في نقطة بلعام بن بعور. ليه؟ لأن مسألة الإله صعبة. اتفضل يا دكتور ميشيل. طيب انت كيف؟ هذا تدليس يا ابن تشفين. انت كيف يعني انت زلمه صار لك 15 سنه بتاخذ معك بالبالتو، تيجي بتقول لي بلعام كان يهودي؟ اصلا هو بسبب بلعام 3 things were granted to موشي، 3 اشياء اعطي له موشي انه تبقى النبوءه ببني اسرائيل من بعد بلعام بالتثنيه 33. بسبب انه بلعام هو شخص ما كانش من بني اسرائيل، وكان هو نبي، وكان هو هدفه انه يقتل الشعب اليهودي. ما هو بسبب بلعام ما عادت تطلع النبوءة من بني اسرائيل. وهي هيدي الشغله. انت حتى التلمود بيجي بيقول لك عن ربي اليعازر، لما بيجي بيقول بيكونوا هم في اختلاف، في ديسبيوت. اسمعي يا بنت شيء، اخذت المايك ساعه انت وتوجيه شتايم وتوجيه حكي، خلوني اعرف اخي. لا انت عم بتدلس لما بتقول بلعام يهودي، هذا تدليس، هذا تدليس، وبدك نفتح الموضوع من فصله. هذا كلام غريب. لما بتحكي عن في قصه بالتلمود ببراخوت، بالبراخوت 7 اذا بدك هلا نقريها كمان صفحه 30، بيحكيك ربي اليعازر بيكون في ديسبيوت. لا خليني رد. طيب المايك لكم، ما تعملوا لي انفايت، المايك لكم. لما يتحرج يخرج، قصة بلعام بن بعوراء لما ذكرتها من باب
فعل الأنبياء عندكم، فعل الأنبياء. بلعام بن بعور ذكر أنه يعرف معرفة العلي، يسمع أقوال الله. قتلوا موسى عليه السلام لأنه ارتد عن النبوة وعبد غير الله سبحانه وتعالى. فأنا بتكلم في باب أنتم تدعون الفضيلة وشوف بتعملوا إزاي. يعني ما تدعوش الفضيلة وأنتم بتعملوا إيه. الله المستعان يا رب. لذلك قلت لكم هيطلع يتكلم في مسألة بلعام بن بعوراء. ماشي، بلعام بن بعوراء لم يكن من الشعب ونبئ في زمن موسى. طيب ماشي يا سيدي، بلعام بن بعوراء غلط وهو مش من شعب بني إسرائيل. عبدتم الأوثان ولا ما عبدتوهاش؟ عبدتم اسمها ايه الحية النحاسية ولا ما عبدتوهاش؟ عبدتم العجل ولا لا؟ قتلتم الأنبياء ولا لا؟ نسبتم إلى الله صفات المنحطة ولا لا؟ فالله المستعان. أنا بقول لك يا أخي واخد مني موقف يعني بالمناسبة. اتفضل يا أبو عماد، روح أصلي. جزاكم الله خيرا كثيرا اخونا الحبيب ابن تشفين. معلش تعبناك معانا. حيا الله الاخوة جميعا. ما شاء الله اقترب بالله، حوار ممتع. انا سجلته كله تقريبا الحمد لله. قافل بس التسجيل.